ازيكم يا شباب؟ معاكم مستر خالد ايهاب، مدرس الماس للمرحله الاعداديه والمرحله الثانويه بالنسبه لمدارس اللغات. النهارده هنشتغل مع بعض ليسون 4 في يونت 1 في الالجبرا في منهج الصف الاول الاعدادي، وبعنوان Scientific Notation of the Rational Number. الموضوع بكل بساطه ان انا عايز اكتب اي راشونال نمبر على شكل 10. يعني ايه على شكل 10 يا مستر؟ يعني انا ممكن اكتب اي رقم في الدنيا اكتبه ملتبلاي 10. ممكن تبقى 10 بس، ممكن تبقى 10 باور 1، 10 باور نيجاتيف 1، ايا يكن بقى الباور بتاعي هيبقى بكام. تعالوا اما نشوف كده مع بعض حبة حاجات ونفهم الدرس واحدة واحدة. انت عارف كويس ان انا لو قلت لك ال 10 دي هي عبارة عن ايه هتقول لي هي عبارة عن 10 باور 1. طب لو قلت لك 100 هتقول لي 100 دي عبارة عن 10 ملتبلاي 10. وفاكر الدرس اللي فات كنا بنقول لو البيز ايكوال البيز بنجمع الباور، يعني هنا في باور 1 وهنا في باور 1 تبقى 10 باور 2. طب لو قلت لك 1000 هتقول لي 10 باور 3. لاحظت انت ايه في الثلاث حاجات اللي قدامك؟ ان لما كانت في 0 1 حطينا باور 1، بقى في 2 0 يعني بقت 100 حطينا باور 2، بقى في 3 0 حطينا باور 3. كلام جميل كلام جميل. ده بالنسبة لو كان هول نمبر، لو كان رقم واقف كله على بعضه. طب لو كان ديسيمال، طب ما انت عارف ان 0.1 دي لو انت حطيتها على الكالكوليتر، او المفروض ان انت عارف من قبل كده ان هي عبارة عن 1 over 10. طيب ماشي، 1 over 10 دي مش دي المالتيبليكيتيف انفرس بتاعت 10؟ دي من الحصة اللي فاتت بتاعت النون نيجاتيف انتجر باور، هي عبارة عن 10 باور نيجاتيف 1. كلام جميل. طب لو قلنا 0.01 تبقى ايه؟ احنا زودنا برضو الزيرو هنا، زودنا الزيرو بعد البوينت، تبقى 1 over 100 اللي هي عبارة عن 10 باور نيجاتيف 2. الستاندرد فورم بيقولك ان انت عندك الرقم ده هتضربه في 10 باور ان، يعني 10 باور اي حاجة في الدنيا. ممكن ال n دي تبقى بوزيتيف وممكن تبقى ال n دي نيجاتيف. تمام. بيقولك بس في كونديشن عندي صغير هنا، ال n بيلونج تو z، يعني ال n زي ما قلت لك بوزيتيف او نيجاتيف، صح كده؟ في كونديشن تاني للرقم ده. الرقم ده بيقول لك ان الابسوليوت بتاعه يعني الجزء البوزيتيف بتاعه لازم يكون اكبر من او ايكوال 1. لازم يكون ايه؟ جريتر ذان اور ايكوال 1. يعني ال اللي تقف هنا لازم تكون ايه؟ البوزيتيف بتاعها اكبر من 1. يعني مثلا لو جيت في السؤال نمبر سي ده، في الاكزامبل نمبر سي، عملت ابسوليوت 9.6، اكبر من 1 ولا مش اكبر من 1؟ اكبر من 1. تمام. وبيقول لك ما ينفعش يكون الرقم ده اكبر من 10، لازم يكون less than 10. تمام. تعال نشوف الاكزامبلز كده اللي قدامك اهي. 4.6 دي اكبر من 1 ولا مش اكبر من 1؟ اكبر من 1. ال 5.236 اكبر من 1. النيجاتيف 9.6، ازاي نيجاتيف 9.6 اكبر من 1 يا مستر؟ حبيبي ما احنا قلنا هناخد الابسوليوت بتاعها، ما هو الابسوليوت بيطير النيجاتيف. لو انت خدت الابسوليوت وطيرت النيجاتيف يطلع لك ان ال 9.6 اكبر من 1. تمام. تعالوا نشوف حبة اكزامبلز مع بعض، نشوف بنعمل بقى موضوع الباور ده ازاي. عندي الرقم الكبير ده اللي مليان زيروهات، هل شكله حلو ان انت تكتبه بالمنظر ده؟ لا، شكله مش حلو. طب انا ممكن بكل بساطة اكتبه على شكل 10. اكتبه ازاي؟ اقول لك ازاي يا سيدي. احنا عندنا بوينت هنحركها، كل ما نحرك البوينت في الاتجاه ده بنعمل الباور بوزيتيف. هتفهم الكلام ده قدام. طيب ادي زيرو، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس، ادي السادس، ادي السابع، ادي الثامن، وكمان هحركها اوقفها هنا، دي التاسع. طب ليه يا مستر ما سبتهاش عند الرقم ده؟ عشان هتبقى 82، وقلت ما ينفعش يكون الرقم اكبر من 1. فقمت محركها هنا. حركتها كم مرة البوينت؟ حركتها 9 مرات. يبقى الرقم اللي قدامك عبارة عن 8.2 ملتبلاي كام يا سيدي؟ ملتبلاي 10 باور 9. طب يا مستر هو انا لو حطيت الرقم ده على الكالكوليتر هيطلع لي هو ده؟ هيطلع لك هو ده. وقف الفيديو وجرب بكالكوليتر. طيب انت المرة دي مشيت من الشمال لليمين، لو مشيت بقى البوينت زي اكزامبل 2 ده من اليمين للشمال تخلي الباور بتاعك نيجاتيف. تعال اما نشوف احنا هنمشيها كم مرة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. طب نقف عند السبعة؟ نقف عند السبعة، لان احنا لو حركناها كمان واحدة هتبقى 13، وال13 مالها؟ اكبر من ال1، قصدي اصغر من ال10 ولا اكبر من ال10؟ اكبر من ال10، يبقى ما ينفعش 13، يبقى انا هوقفها هنا. حركتها كم مرة؟ حركتها 7 مرات. اتجاه يمين ولا اتجاه شمال؟ اتجاه يمين.
يبقى انت عندك 1.35 multiply 10 باور نيجاتيف 7 لان انا حركتها يمين. تمام. طيب السؤال اللي قدامي ده هعمل فيه ايه؟ ده بكل بساطة بقى هتعمل ايه؟ هتحركها مرة واحدة بس البوينت هنا تبقى 4.5 multiply 10 باور 9. كل ده عشان تعمل ايه؟ عشان تكتب الرقم اللي قدامك على شكل الستاندرد فورم. هتلاقيني كاتب لك هنا بالعربي ايه؟ بنمشي البوينت اتجاه اليمين او اليسار ونخلي الرقم اصغر من 10، يعني خلي الرقم اللي قدامي ده اصغر من 10 واكبر من او يساوي 1، واكبر من او يساوي ايه؟ 1، يعني greater than or equal 1. بعد كده بنحسب انت حركت البوينت كام رقم ويبقى هو ده الباور اللي على 10. بس خلي بالك لو مشيت في الاتجاه اليمين ده يبقى الباور بتاعك هيكون نيجاتيف، لو مشيت في الاتجاه الشمال يبقى الباور بتاعك هيكون بوزيتيف. طبعا عندنا حل اسهل بكتير وده اللي هنعتمده في كل الاسئله اللي جايه، ان احنا باي يوزنج كالكوليتر. طب ليه يا مستر باي يوزنج كالكوليتر هيبقى الموضوع اسهل ليه؟ عشان اساسا كل اسئله الدرس ده بتيجي في اللي تشوز في امتحان اخر السنه، فحضرتك اللي تشوز مش مطالب منك اي خطوات، فتقدر تحل السؤال ده بالكالكوليتر. تحله ازاي بالكالكوليتر؟ هتحط الرقم اللي قدامك على الكالكوليتر عادي جدا زي ما انا حاطط لك في الصوره، وهتلاقي الزرار فوق نمبر 8 اسمه ENG، يعني باختصار كده انجينير. تمام. فانت هتدوس على الزرار ده هتكتب ايكوال وبعد كده تقوم داس على الزرار ده هيطلع لك الرقم على شكل 10 باور حاجه. بس اديك اتعلمت بحيث ان لو الرقم اللي قدامك او السؤال اللي قدامك رخم ممكن تحله اسهل بدماغك على طول. طيب اخر ريمارك عندي في الدرس وبعد كده نحل اسئله. بيقول لك ان انت الستاندرد فورم ل1 و2 و3 لحد 9، يعني الارقام بتاعتك من 1 ل 9 لو انت عايز تكتبها على شكل ستاندرد فورم تكتبها ازاي؟ يجي واحد شاطر يقول له يا مستر انا لو عايز اكتب 1 ده على شكل ستاندرد فورم اقوم قايل هو عباره عن 1 ملتبلاي 10 باور 0. اقول له جبت منين 10 باور 0 دي؟ يقول لي يا مستر مش احنا عارفين ان اي حاجه باور 0 في الدنيا عباره عن 1؟ طب وانا لو قلت 1 تايمز 1 مش هي هيها 1؟ صح. طب لو عايز اكتب 2، طب ما انا اكتب ال 2 يبقى 2 ملتبلاي 10 باور 0. طب هو 10 باور 0 بكام؟ ب 1. طب ما 2 ملتبلاي 1 بكام؟ ب 2. يبقى انت عندك كل الارقام من 1 لحد ال 9 بنكتبها ازاي؟ بنكتبها في الستاندرد فورم على شكل الرقم ملتبلاي 10 باور 0. وكده خلص شرح الدرس. تعالوا نخش على الأسئلة مع بعض. أول سؤال عندك بيقول لك write each of the following numbers in the standard form. عايزك تكتب الأرقام اللي قدامك دي على شكل الستاندرد. تمام. تعالوا نكتب كده كل رقم. هنا أول حاجة هتعملها هتمشي إيه؟ هتمشي من الاتجاه الشمال لليمين. طيب هنمشي كم مرة؟ أدي 1 2 3 4 5. مشيت 5 مرات يبقى دي عبارة عن 6. 6 ملتبلاي كام بقى يا سيدي؟ 6 ملتبلاي 10 باور 5. جت منين باور 5؟ لان احنا مشينا 5 مرات. طيب السؤال التاني يا مستر ده نيجاتيف، ما قلت لك يا حبيبي احنا كاننا بناخد الابسوليوت بتاعه. ابسوليوت نيجاتيف 2 تطلع لك 2. ال2 اكبر من ال1 ولا مش اكبر؟ اكبر من ال1 واصغر من ال10. تمام. طيب احنا هنمشي كام مره؟ هنمشي من الشمال لليمين. طيب ادي 1 2 3 4. مشيت كام مره؟ مشيت 4 مرات. يبقى النيجاتيف 2 ملتبلاي 10 باور 4. صح 100%. طيب ده 7 مليون. 7 مليون ده يعني 7 وجنبيها كام زيرو؟ 1 2 3 4 5 6. الاسهل بقى بدل ما تقعد تقول لي انا همشي من الشمال لليمين تقول لي يا مستر ده 6 زيروهات يعني 7 ملتبلاي على طول 10 باور 6 على طول وخلصت. طب والحل الاسهل برضو ان انت تحط ده على الكالكوليتر. نخش على السؤال اللي بعديه سؤال تشوز. بيقول لك لو انت عندك 0.00079 هي عبارة عن 7.9 ملتبلاي ايه. تعال اما نشوف كده هو مشي قد ايه. هو مشي من الاتجاه اليمين للشمال صح؟ يعني الباور بتاعك نيجاتيف، يعني ايه مستبعدة ودي مستبعدة، هي يا اما بي يا اما سي. تعال اما نشوف. هو مشي ادي 1 ادي 2 ادي 3 وبعد كده مشي كام؟ 4. مشي 4 مرات صح؟ يبقى انت الإجابة بتاعتك على طول سي اللي هي تبقى 7.9 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 4. تمام؟ يبقى انت الإيه بتاعتك بكام؟ يبقى الإيه بتاعتك ب 10 باور نيجاتيف 4. ناخد آخر سؤال في الحصة. آخر سؤال بيقول لك لو انت عندك 0.0000503 بيقول لك الام الرقم اللي هيبقى واقف قبل 10 باور نيجاتيف 5. 10 باور نيجاتيف 5 دي يعني مشي كام مرة؟ يعني مشي 5 مرات.
ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. يعني هو البوينت هتبقى محطوطة هنا بالظبط. يبقى الرقم عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5.03 ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5، وتبقى الام بتاعتك عبارة عن بي. الانسر بتاعتك عبارة عن بي. طب يا مستر، هو كل الاسئلة كده؟ كل الاسئلة بالمنظر ده، والاسهل ان انت تحلها ايه؟ بالكالكوليتر على طول. انا مش عايزكم ان انتوا تهلكوا نفسكم في الحل على الدرس ده. ممكن نحل اللي تشوز بتاع الدرس ونحل كام سؤال كده بايدينا وكده كفايه، لان السؤال الاغلبيه العظمى ان الاسئله على الدرس ده بتيجي في الامتحان في اخر السنه بتيجي تشوز. فالكالكوليتر هيحل معاك الا لو جالك سؤال بالمنظر ده. طبيعي لو انت مش حافظ الرول هتبقى مش عارف هي انهي واحده اللي تمشي. بس لو حد شاطر يقوم عامل ايه؟ يقوم ماسك الفور انسرز اللي قدامه ويضربهم في 10 باور نيجاتيف 5 ويحطها على الكالكوليتر اللي تطلع له الرقم ده، تبقى هي دي الانسر الصح. وكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، واشوفكم الفيديو الجاي.